نحن من علم العالم معنى الزمن. ومن غيرنا ما كانش فيه حضارة ولا حياة. عايز تعرف السر؟ اسمع القصة من أولها. عمرك سألت نفسك مين أول ناس في التاريخ قالوا لازم نعرف الوقت؟ المصريين القدماء هم اللي اخترعوا فكرة الزمن اللي لسه عايشين بيها لحد النهاردة. كل ده بدأ من النيل. الفيضان والزراعة كانوا سر الحياة. المصري القديم لاحظ إن لو الفيضان اتأخر أو جه بدري مواسم الزرع والحصاد هتتلخبط، وهنا قال لازم يكون في نظام يحسب الزمن. ابتدى يبص حواليه، شاف إن الشمس بتطلع وتغيب كل يوم، والقمر بيزيد وينقص كل شهر، ونجم الشعرة اليمنية بيظهر في السماء وقت الفيضان كل سنة. ومن هنا جات فكرة الزمن والدورات. قسموا اليوم ل 24 ساعة، 12 للنهار و12 لليل، واخترعوا الساعة الشمسية عشان يحددوا وقت الشغل والراحة. قسمنا اليوم 24 ساعة، 12 للنهار و12 لليل. ساعاتنا ما كانتش متساوية، كانت بتطول وتأثر مع الشمس والقمر. وبعدين اخترعوا الساعة المائية اللي بتقيس الوقت بنزول المية نقطة ورا نقطة. وكمان بصوا للنجوم في السماء. النجوم كانت بالنسبة لهم زي ساعات بتتفتح كل ليلة، والاعتماد على نجم الشعرة ساعدهم يعرفوا ميعاد الفيضان. عشان كده عملوا أول تقويم في التاريخ، 365 يوم مقسمين شهور وأيام، واللي هو أساس السنة اللي بنستخدمها النهاردة. المصريين القدماء كانوا أول ناس ينظموا الزمن، مش عشان رفاهية، لكن عشان يعرفوا إزاي يعيشوا وينجحوا وسط الطبيعة. رحلة التاريخ لسه ما خلصتش. اشتركوا دلوقتي واستنوا باقي الأسرار.